من الناس من يحمل هم الدعوة إلى الله، يتحرك بها في كل مكان، فيكون رحمة وسلامة للناس، يكون بسمة يرسمونها على وجوههم، ويكون هاديا لهم إلى طريق الخير ودروب الجنان. إنهم كالغيث يحل أينما حلوا، ليرفعوا عن البشر آلامهم. إغاثة الناس ونجدتهم ودعوتهم إلى الله تعالى أهم ما نريده ونسعى إليه ونسعد به. وهؤلاء جميعا الآن لا يعرفون من الإسلام إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما زال يريدون من يعلمهم الوضوء، من يعلمهم الصلاة. ومن أجل هذه المحبة جئناكم لنسعد بكم. كل متاجر مع الله جل وعلا يأخذ أجر كل هؤلاء في اليوم 5 مرات صلوات. إنه حقا الفوز الكبير أن نكون قطرة خير نمحو بها الهموم ونداوي بها الجراح. كلما شربوا من البئر أخذ مثل أجرهم، كلما صلوا أخذ مثل أجرهم. يا رسول الله، اعلم أن وراءك رجال يحملون هم هذا الدين، يجوبون به الصحراء شرقا وغربا. في أي واد يموتون لا يهتمون، إنما يهتمون بإدخال هذا الدين في قلوب الناس. فنسأل الله أن يلحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. نريد أن نبشركم بأن مؤسسة الحويني الخيرية إن شاء الله سوف تبني لكم في هذا المكان مسجدا. قطر الندى قريبا على الندى. And you wonder how far you can go. Every step on that road that you take, Allah knows, Allah knows.